case, I can't. All you need to know is I love you. All of you. Batman! 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 باتمان ذا كيلينج جوك هو آخر فيلم أنيميتد لدي سي، والفيلم مبني على الكوميك بوك المشهورة اللي بنفس الاسم اللي كتبها الكاتب المشهور ألان مور، واللي معروف بكوميك بوكس زي واتشمان وفي فور فينداتا. الفيلم من إخراج سام لو، واستخدم أصوات العظماء كيفن كونروي كباتمان ومارك هاميل كالجوكر. وكالعادة هبدأ بالمزايا، بعدها العيوب، بعدها هقول رأيي الشخصي عن الفيلم. المزايا: أي حاجة بعد الدقيقة 31 أو عند الشوت ده في الفيلم، أو بمعنى آخر كل حاجة ليها علاقة بالكوميك بوك الأصلية. اما العيوب: اي حاجه قبل الدقيقه 31 او اي حاجه ملهاش علاقه بالكوميك بوك الاصليه. ايه؟ مش فاهم. افهمك يا سيدي. The Killing Joke هي عباره عن جرافيك نوفل، والجرافيك نوفل دي حاجه من ما بين الكوميك بوك او القصص المصوره وما بين الروايه. فالكيلينج جوك عباره عن جرافيك نوفل متكونه من حوالي 50 صفحه، وهي تعتبر اهم جرافيك نوفل في تاريخ الدي سي واقواهم، واهم قصه للجوكر، وده كله بسبب الكتابة الهايلة من ألان مور. وهي قصة تحفة جدا، وأنصحك لو ما قريتهاش تقراها. المهم، عشان دي سي تحول القصة دي لفيلم، الفيلم ده لازم يكون على الأقل أكتر من ساعة و10 دقايق. بس القصة الأصلية ما قدروش يعملوا منها غير ساعة إلا ربع بس، وده ما ينفعش، عشان مش بس ده أهم قصة في الدي سي ولازم يدوها حقها، ده كمان عرضوها في السينمات في كوميك كون الأخير، وما ينفعش يحطوا فيلم ساعة الا ربع بس ويطلبوا منك تذاكر. فقرروا ان هم يزودوا على الفيلم النص الساعة الناقصة دي. بس احتراما للقصة اللي عملها ألان مور، قرروا ما يلمسوش اي حاجة من الساعة الا ربع الاصلية، ويزودوا نص ساعة في الاول. قرار محترم جدا وفي منتهى الذكاء. بس المشكلة كانت في التنفيذ، عشان في القصة الأصلية كان في مشهد مهم جدا اللي فيه الجوكر بيضرب باد جيرل أو باربرا جوردن بالنار، والطلقة بتصير بعمودها الفقري وبتتسبب في شلالها. فقرروا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا النص ساعة دي عن الباد جيرل نفسها، عشان تهتم بيها في الآخر في لحظة ما تتشل. كل ده جميل، بس القصة اللي عملوها لباربرا أو النص ساعة دي خلتني أتمنى إنها تموت مش تتشل بس. طب ليه؟ عشان الباد جيرل اللي عملوها كانت زنانة وحشرية وعصبية، أو بمعنى تاني مصرية. مصرية مين يا ابن الكلب يا زبالة؟ فخس على ربتك. أنا آسف، والله بهزر وربنا أنا آسف. ما علينا. المهم إن هما خلوها عكس ما المفترض المرأة القوية تكون، وكمان في النص ساعة دي عملوا اللي مش ممكن أتخيله باتمان يعمله أبدا، وهو المشهد ده. يا راجل دي بنت جوردن. ابن الكلب يا زبالة، فخس على ربتك. والله يا حاج. فخس عليك انت كمان. المهم، علاقة باتمان وبات جيرل عمرها ما كانت كده. علاقة باتمان وبات جيرل كانت زي علاقة باتمان بروبن أو بنايت وينج. ولو قلنا هي معجبة بيه ماشي، الواد جيم برضه ملياردير وكده، انما ان هو يقبل فهي دي المشكلة. اي نعم وشه في وش ألفريد 3/4 حياته، بس برضه ده باتمان المفترض انه عنده تحكم بنفسه شوية. ومش بس كده، الفيلم بيستخدم الار ريتنج بتاعه في الفيتشز. بات جيرل عندها فيتش باتمان، الواد ده عنده فيتش بات جيرل، وباتمان عنده فيتش وطويت ان كيس ما خدتش بالك. بس مش دي المشكلة برضه. في النص ساعة دي القصة اللي قدموها كانت ضعيفة جدا، وما توصلش الربع قوة الساعة الا ربع بتاعة الكيلينج جوك الأصلية، وده ضعف الفيلم بدل ما يقويه. قبل ما اقول رأيي الشخصي عن الفيلم هقول شوية نوتس صغيرة لاحظتها في الفيلم. الانيميشن كان ساعات حلو ساعات وحش. وانا لاحظت ان هما بعدوا عن طريقة الانمي اللي استخدموها في الافلام اللي فاتت وخلوها زي الانيميتد سيريز بتاع 1992. الاكشن ما كانش قوي برضه. اما التمثيل الصوتي فكان تحفة. كالعادة مارك هاميل وكيفن كونروي سرقوا الفيلم كله بأصواتهم الرائعة. ودلوقتي هقول رأيي الشخصي عن الفيلم. الفيلم متوسط بطريقة مش طبيعية، كل حاجة حلوة في الفيلم قدامها حاجة وحشة، والنص ساعة الأولى دي قللت جدا من جودة الفيلم. الفيلم ممكن ألخصه بالطريقة دي: أول نص ساعة فيلم بات جيرل ضعيف، الساعة الا ربع المتبقية فيلم باتمان وجوكر قوي. جرب كده تتفرج من أول الدقيقة 31 وثانية، وبعدها لو عايز شوف النص ساعة الأولى وقول رأيك فيها.
شكرا لكل اللي اتفرج على الفيديو، ويا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعمل لايك شير وسبسكرايب. كان معاكم أزايفز، السلام عليكم.